يلا بينا نعمل جلاش بسيط قوي بمقادير بسيطة، وان شاء الله هيعجبكم لان هنضيف له اضافة سهلة جدا وبسيطة هتخليه يطلع كأنك بتاكلي بالظبط فطير مشلتت مش جلاش. هيطلع زي ما انتم شايفين بنفس الشكل الجميل ده، ومن جوه طري ومن بره كمان كريسبي، يعني هيبقى لذيذ جدا. بنجيب اللحمة المفرومة، نص كيلو لحمة مفرومة، بحطها على النار او اقل كمان. بحط عليها بصلة بعد ما بتاخد لون، وطبعا بحطها في شوية من السمنة وشوية من الزيت وملح وفلفل اسود وكزبرة ناشفة ومعلقة من البابريكا. بجيب الصينية بتاعتي بدهنها سمنة مع شوية من الزيت، وببدأ احط رق رق من الجلاش، وبين كل رق ورق ببدأ ان انا ادهن سمنة بالمنظر ده، وما بكترش. وهو ده بقى اللي بيفصل عن بقية الجلاش اللي هما بيضيفوا فيه كمية سمنة كبيرة جدا. هنا مش هنضيف كمية كبيرة خالص. كل اللي هنعمله زي ما حضراتكم شايفين، هنقسم ورقة الجلاش على نصين، نص هيكون تحت اللحمة المفرومة والنص التاني فوق. وببدأ ان انا احط اللحمة المفرومة دي انا حطيت عليها كمان، حبيت اقول لكم حطيت عليها فلفل حار متقطع، وممكن احط كمان فلفل الوان، وبدأت احط كمان ارص عليها تاني طبقات الجلاش كلها بالمنظر ده لحد ما بخلص الكمية كلها. هبدأ اقسم الصينية بتاعتي لمربعات بالمنظر ده عشان يخش الصوص جوه الجلاش. والصوص ده عبارة عن 2 من البيضة، ملح وفلفل اسود، معلقتين كبار من الزيت. وببدأ اقلب البيض قبل ما بضيف اللبن، لان طبعا لو ضفت اللبن على طول بيتبقى بعض اجزاء من البيض مش متقلبة كويس. لكن الطريقة دي بتخليه يتجانس كله مع بعض. وبعد كده ببدأ اضيف التكة بتاعتي اللي قلت لكم عليها، اللي هي ربع كوباية من ماء الصودا، وده موجود في اي سوبر ماركت هتلاقوه ورخيص. وببدأ بعد كده ادخل الصوص ده في الفراغات بتاع الجلاش. بكون مسخنه الفرن عند درجة حرارة 180 لمدة ربع ساعة. بحطه في الرف الاوسط. اول ما بيستوي واحس ان هو نشف، ببدأ ان انا اولع عليه الشواية لحد ما بياخد اللون الجميل ده. بقدمه بقى مع كفتة، اقدمه مع اي حاجة انا عاملاها في البيت. وزي ما انتم شايفين طالع كأنه فطير مشلتت مش جلاش، طري وجميل وفي نفس الوقت مقرمش من بره ولونه جميل جدا. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، واشوفكم الفيديو الجاي على خير باذن الله.